الباليست بتاع طهران وصل اوروبا، وديمونه بقى لمونه واتخرمت الجبه، وابو حنان ركبه بتخبط يا احبه، والنت لسه بيتدرى ويستخبى. يعني يا جماعه لما يحصل لهم يا ريتها كانت بركت عليك يا نيتن قبل ما تشوف اللي لما تشوفه. الجماعه في طهران يا اخوات العمده قلبهم جامد، وبعتوا هدايا باليستيه على مفاعل ديمونه، واستهدفوا كمان مبنى للعمال، و23 واحد اتصابوا. ده غير بقى المدعكه والشظايا واللخبطه اللي ماليه المناطق السكنيه هناك، والصفارات عماله تصفر، وكل ما يجري على الملاجئ ويخبط في بعضه. قالوا لك الباليست الانشطاري ده يا جماعه اما يتجسم لبومب صغير، فمش اما نعرف نعترضه. عين على الجبه الحديديه اللي طلعت بلاستيكيه، يا خساره المصاريف والتكنولوجيا. ابو حنان لقى القواعد بتاعته في الخليج اما تتنشي يمين وشمال وطول اليوم منوره، راح طالع يجري على بريطانيا، قال لهم سلفوني قاعده بعيده. الجماعه بتوع طهران ايدهم طايله. الجماعه بقى في لندن كرموه اخر كرم، وادوا له قاعده اسمها دييغو غارسيا. طبعا ابو حنان حط في بطنه بطيخه صيفي، وقال لك دي بعيده بقى، عمرهم ما هيوصلوا لها، هم اخر الباليست بتاعهم 2000 كيلو. يبقى وروني بقى يا بتوع طهران القاعده دي بيه في المحيط الهندي، بينها وبينكم 4000 كيلو متر. هوبا بيروحوا الجماعه بتوع طهران طالعين له بالمفاجاه، وراحوا ضاربين عليه 2 باليست في قلب المحيط الهندي. لا ده شغل هندي، ده مش شغل فرس ابدا. والاثنين الباليست اللي طلعوا، واحد منهم فسه في السكه، والتاني وصل واصاب سفينه امريكيه اسمها MS3، وخلاها بتعرج من وقتها لندن بتقول لك انا مالي، ايه اللي دخلني في الليله دي. والجماعه في اوروبا دلوقتي كلهم ركابهم اما تخبط في بعض بعد ما عرفوا ان في باليستي عندهم مدى 4000 كيلو. كل يوم اما يطلعوا لهم في المستخبي، والمستخبي اللي ظهر لسه في ألعن منه تاني مستخبي. وما يقولوا له اصبر يا ابو حنان، ياما في الجراب يا حاوي. انا عايزكم تاخدوا بقى الضحك اللي للركب ده. الجماعه بتوع الكيان طلعوا يشتكوا طهران في مجلس الامن، والله العظيم قعدوا يعيطوا لهم وقالوا لهم الجماعه بتوع طهران اما يستخدموا حاجات محرمه وباليست وانشطاريه وعنقوديه، وده حاجات يا مجلس الامن مخالفه للقوانين، واما يستهدفوا المدنيين. خدتني يا انت كده يعني بالصوت، يعني انتوا لما تستخدموه في المنطقه من يوم ما طلعتوا ده ايه، كان بوم بالعيد. والله العظيم صدق المثل اللي اختشوا ماتوا. الحرس الثوري بقى مطلع بيان خطير جدا للامارات، واما يقول لهم لازم تخلق اماره راس الخيمه فورا، عشان من الاخر كل الاماره دي اما يطلع منها الشغل علينا، فهي دلوقتي بقت مستهدفه مننا بالكامل. ايوه طب يخلوا بلد كامله يا جماعه ويروحوا فين؟ ربنا يسترها على اخواتنا في الخليج ويبعد عنهم الغمه دي على خير. وقف هنا يا بنت وهو، الفتنه اشد من القتل، كلمه حق لازم تتقال. بيان رسمي يا بيه طالع من عده جهات مصريه، المجلس الاعلى للثقافه ووزاره الاعلام، اما يحذروا اي حد سواء مواطن او اعلامي هيغلط في اي حد من الاخوه في الخليج هيبقى تحت المساءله القانونيه. وبالذمه برضه نتمنى الاخوه في الخليج يطلعوا قرارات تمنع اي حد اما يسخن وما يغلط في اخوه. احنا في وقت يا جماعه محتاجين كلنا نكون ايد واحده. وفي وسط بقى المعمعه اللي دايره في المنطقه دي، الرئيس السيسي ركب طيارته الرئاسيه اللي الجماعه اياهم اللي لما يمقمقوا كانوا ما يعترضوا عليها وهم يقولوا دفع الفلوس دي كلها واشتراها ليه. خد الطياره وداير يلف من امبارح على المنطقه بلد بلد، ومعاه اسطول طيارات يا بيه، وماشيين في السما فاردين جوتهم على المنطقه كلها. ده في الوقت اللي فيه ابو يائير مستخبي تحت الارض ومش عارف حتى يطلع راسه من الشباك. هو ده الجيش اللي كنتوا اما تنتقدوا تسليح وماشي في السما رايح جاي اما يدعم اخواتنا في الخليج، اللي ليه ظهر ما ينضربش على بطنه، وزي ما قال سياده الريس العافي محدش يقدر ياكل لقمته. حد سامعني؟ حد شايفني؟ شيروا لهم وابعتوا لهم.